أهلا بيكم ولأول مرة في أول فيديو يترفع على قناة سبيدج. كلنا عارفين طبعا إن سائر الكائنات الحية بما فيهم إحنا البشر محتاجة أكل عشان تفضل عايشة، عشان كده قليل قوي لما تلاقي حد بيحاول يجوع نفسه لفترة طويلة. بس اللي انت ما تعرفوش ان جسمك اللي هو جسم الانسان يعني يقدر يستحمل من غير ما ياكل اكل لمدة قد تصل في بعض الحالات ل70 يوم متواصلين. بس هي الفكرة ان هيحصل بعض التغيرات في الجسم على مدى الفترة دي بسبب الحرمان الطويل من الاكل، وهو ده بالظبط اللي احنا هنتكلم عنه في الحلقة دي النهاردة. خليك معانا واتفرج على الفيديو للآخر عشان احنا هنتكلم المرة دي في الفيديو ده عن التغيرات الحادثة بالجسم عند الامتناع عن تناول الطعام. عشان تقدر تفهم بالظبط ايه اللي ممكن يحصل في جسمك لما ما تاكلش لمدة طويلة، تم تقسيم المدة دي ل4 فترات أقل، بحكم ان التغيرات اللي بتحصل للجسم في كل فترة من الفترات دي بتبقى متشابهة إلى حد ما، بحيث ان الامتناع عن تناول الطعام لمدة قدرها 6 ساعات تقريبا هيحفز جسمك انه يستخدم مادة بتبقى متخزنة جواه اسمها الجلايكوجين، ودي مادة بتنتج من الأكل بعد ما يتهضم ويخش مجرى الدم بتاعك على شكل جلوكوز. المفروض ان المادة دي هي المصدر الرئيسي للطاقة اللي بياخدها الجسم من الأكل، بس مجرد ما مادة الجلايكوجين دي تخلص بيبدأ جسمك يستخدم مصدر الطاقة الثانوي أو الاحتياطي بتاعه اللي هو كان مخزنه من بدري عشان في الحالات اللي زي دي يقدر يتصرف، وهو الدهون. أصل اللي انت ممكن ما تكونش عارفه ان الجسم في الأوقات العادية لما بياخد الطاقة اللي هو عايزها من الأكل ويلاقيك لسه بتاكل برضه بالرغم من انك شبعان، بيبدأ يحول الأكل ده لدهون تحت الجلد بسبب التخن، عشان هو بيبقى شايف ان الأكل الزيادة ده جواه جلوكوز ما ينفعش يهدر ويترمي كده. الموضوع ده بيخلي جسمك يتصرف وقت الجوع عن طريق ان هو يستخدم المخزون ده ويحول الدهون دي مرة أخرى لجلوكوز عشان يوزعه في الخلايا ومجرى الدم. نقدر نستنتج من الكلام ده حاجتين: أول حاجة إنك لو جوعت نفسك هتبدأ تخس، ده حقيقة مثبتة أهي. وتاني حاجة إن الناس التخان يقدروا يعيشوا من غير أكل فترة أطول من الناس الرفيعة عشان مخزون الدهون عندهم بيبقى أكبر. أما بقى لو جوعت نفسك لفترة معدية 3 أيام هيبدأ جسمك يخش في مرحلة الجوع فعلا، والمرحلة دي جسمك مش بيوصل لها غير لما مخزون الطاقة الرئيسي والاحتياطي بتاعه يخلصوا. ساعتها بيكون مخك محتاج جلوكوز عشان يقدر يشتغل. الموضوع ده بيخلي جسمك يضطر يدور على أي مصدر تاني للجلوكوز، فما بيلاقيش قدامه غير الدهون اللي متخزنة في الكبد عندك، يقوم يضطر ياخد الدهون اللي موجودة في الكبد دي ويستخدمها كطاقة للجسم. وبما ان الطاقة اللي ناتجة من العملية دي بتبقى قليلة جدا فكلها بتروح للمخ بس، عشان هو يعتبر اهم جزء في الجسم طبعا. اما بالنسبة لباقي اجزاء الجسم فبيعتريها حالة من الخمول بسبب قلة الطاقة. بعد بقى ما يستهلك جسمك الدهون الموجودة في الكبد، وده بيبقى بعد حوالي اسبوعين من الجوع المتواصل، ساعتها بيبدأ جسمك يقوم بعملية تانية اسمها العلمي، ربنا يعافينا ويعافيكم طبعا، اسمها العلمي الالتهام الذاتي. بيقوم فيها جسمك بتحويل البروتين اللي موجود في عضلاتك لجلوكوز عشان يمده للمخ، بحيث ان العضلات دي بتبقى اكتر انسجة الجسم تشبعا بالبروتين. اما بقى في فترة الجوع اللي ما بين 3 اسابيع و70 يوم تقريبا، البروتين اللي موجود في عضلات جسمك بيكون راح واستهلك خلاص. ساعتها ما بيتبقاش غير مصدر واحد بس للبروتين، وهو الأنسجة اللي موجودة في الأعضاء الأساسية بتاعة الجسم، اللي هي طبعا لو راحت هيقف بسببها وظائف مهمة كانت مكلفة بأن هي تثبت الجسم على قيد الحياة. الموضوع ده ممكن يؤدي لو زاد عن حده إلى غيبوبة طويلة يعقبها على طول موت مفاجئ. بس شوف من حكمة ربنا علينا، قبل ما يبدأ جسمك يفكر يستخدم البروتينات دي بيبقى جهازك المناعي ضعيف جدا بسبب قلة الفيتامينات والمعادن اللي موجودة فيه. الموضوع ده بيخليك تمرض وفي بعض الأحيان يغمى عليك. بس استنى، دي مش حاجة وحشة، عشان انت لو حصل لك كده مش هتحس غير بوجع طفيف جدا مقارنة بالوجع اللي ممكن تحسه لما تحصل العملية دي وانت نشيط وصاحي، ودي من إحدى الظواهر اللي بتثبت مدى رحمة ربنا علينا. شكرا جدا لكم على مشاهدة الفيديو. لو عجبكم الفيديو بجد ما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوه في كومنت تحت. اما بقى لو عايزين تشوفوا فيديوهات من نفس النوع ده كده تقدروا تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد. وما تنسوش احنا بنرفع فيديو جديد كل اسبوع في 7 مجالات مختلفة. خشوا على القناة نفسها لمزيد من التفاصيل، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.